ايش مدخل تاريخ مصر؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما معنى أنك تقول وأنه يحبوا يخرجوني ما نحبش نوصل؟ بدأت إفريقيا بروح رياضية عالية بين المغاربة والمصريين، حتى حدث ما لم يتوقعه أحد. تصريحات حسام حسن قلبت الموازين. ابقوا معنا لفهم القصة كاملة من البداية للنهاية. البطولة بدأت بتبادل ترولات أخوية بين المغاربة والمصريين كدليل على الروح الرياضية. جماهير مصر احتفي بها في المغرب بشكل طبيعي وعفوي، لكن بعض الإعلام المصري بدأ يتطرق بطريقة غير محسوبة لموضوع التحكيم ومكان البطولة، وكأن هناك اتهامات مبطنة للمغرب، وهذا أثار ردود فعل لاحقة من الجماهير. فهذه الاتهامات والتلميحات جاءت في سياق خاطئ، حيث توازت مع الهجوم الإعلامي الجزائري الذي لا يتوقف، فلم يتم النظر إليها على أنها نقاش رياضي، بل جعلت الجمهور المغربي يشعر بالغدر. ستجد في كل الشعوب الناس الطيبة والتي ترى في الناس طيبهم ولا تبحث في النوايا التي لا يعلمها إلا الله. لكن يوجد أيضا قلة من المشككين الذين يرون في كل شيء مجرد نفاق، وعندهم توجس من لحظة الغدر. فهذه القلة انبرت بقوة بمجرد هذه التصريحات الخاطئة من بعض الإعلام المصري، فظهر جليا صحة المثل المغربي: أنا باللقمة لفمه وهو بالعود لعيني. هنا اندفع بعض المغاربة لتشجيع المنتخبات التي تلعب ضد مصر، وهذا الانقلاب كأنه سبب صدمة نفسية لبعض المصريين، رغم أن الجميع يشجع من يشاء، فهذه ليست حربا بل مجرد رياضة للتقارب، وداخل المنزل الواحد توجد اختلافات في التشجيع. ليس مطلوبا من المغاربة أن يشجعوا أي منتخب، وخصوصا منتخب المغرب لم يخرج من البطولة. وحتى يستوعب الكثيرون هذه النقطة، في هذا الفيديو يرد المدرب بالماضي على صحفي مصري ادعى أن الجمهور المصري دعم منتخب الجزائر في 2019 بأنه لم يرى أي دعم، وربما عليه أن يفحص عينيه عند طبيب. هذا العقاب من الجمهور ظهر أكثر في مباراة السنغال الدولة المسلمة، التي تعتبر في اللاوعي المغربي جزءاً من تاريخ المغرب المشرق والعظيم. وهنا يجب توضيح نقطة مهمة، وهي أن الجمهور السنغالي حضر بقوة بسبب مجيئه من فرنسا، وبسبب وجود جالية سنغالية في المغرب. ونقطة أخرى أهم، وهي التقصير الفاضح من الجمهور المصري الذي لم يكلف نفسه عناء التنقل وتخلى عن دعم منتخبه بأعداد كبيرة. مع مباراة السنغال بدا وكأن المغاربة يشجعون بشكل انتقامي، رغم أن خارج الملعب لم يتغير التعامل أبدا ولن يتغير. فالمثل المغربي يقول: العداوة ثابتة والصواب يكون. فما بالك وأنه لا توجد عداوة أصلا بين مصر والمغرب، لكن هل توجد عداوة بين الجمهور المغربي وحسام حسن؟ ربما وغالبا، فالسيد حسام حسن معروف بعصبيته وله عداوات لا تنتهي داخل مصر، وهذه المشاهد توضح لكم حجم العصبية التي يتمتع بها الرجل. وحتى مع تقدمه في العمر ما تزال لديه نفس الحدة ونفس العصبية التي يجب أن يعالجها. في مؤتمر صحفي قبل مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث، سئل حسام حسن سؤالا مباشرا من صحفي مغربي عن سبب فشل منتخب مصر في الوصول للنهائي بعد الخسارة من السنغال، وهل كانت هناك عوامل تقنية أو غيرها خارج الملعب. رد حسام حسن كان قاسيا، وصف السؤال بأنه غير محترم ورفض الإجابة، مما أشعل الجدل بين الجماهير. بعض الإعلام المغربي أعاد صياغة السؤال بشكل أكثر لباقة، لكن حسام حسن ظل متوترا وعصبيا، وهذا زاد من الطين بلة. الصحفي المغربي الأول طرح سؤاله وكأنه يحاول الرد على تصريحات حسام حسن المسيئة، وهذا ليس دور الصحفي. كما أن حسام حسن فشل مرة أخرى وسقط في الامتحان، حيث كان يستطيع تجاهل السؤال بكل برودة وتجاهل الصحفي وسؤاله، لأنها دفعته هنا بعد هزيمة السنغال إلى افتعال ضجة أساءت لصورة مصر. فعوض أن يتحدث عن أمور فنية تسببت في الهزيمة أمام السنغال، مثل تأخر انتقاله لطنجة حتى يتأقلم اللاعبون مع الطقس المختلف، أو عن العقم الهجومي والنهج الدفاعي المبالغ فيه طيلة 90 دقيقة، فضل إطلاق تصريحات صادمة بالحديث عن الإقامة الفندقية وعن الناموس في عز البرد. شوف، بعد مقابلة الكوت ديفوار خرج لنا حسام حسن، واحنا لهنا شدنا بالمنتخب المصري بشكل اليوم وشايخ
وانا عملت ال5-3-2 وانا عملت اشدنا به. اليوم عمل ال5-3-2 جاء خارج الموضوع. ايش مدخل تاريخ مصر؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما معنى أنك تقول وأنه يحبوا يخرجوني ما نحبش نوصل؟ أنا سؤالي معناه حسام حسن أدلى بتصريحات قوية قبل وبعد المباريات، من بينها أنه قال إن مصر أم العرب وأم إفريقيا، وإن الآخرين يغارون من تاريخ مصر في البطولة. هذه التصريحات قابلها بعض المصريين بانتقاد داخلي قوي، حتى من إعلاميين مثل عمرو أديب الذين هاجموه بشدة. البعض يرى أن هذه التصريحات رفعت سقف التوقعات داخليا وخارجيا، مما جعل أي نقد يعد خروجا عن التوقع الوطني. هذا لا يعني وجود عداء بين مصر والمغرب كدول، بل هو توتر لحظي في سياق رياضي إعلامي. الأزمة بدأت بتصرفات إعلامية وتصريحات حسام حسن زادت التوتر. سؤال الصحفي المغربي كان حاداً والرد كان عصبياً. الجمهور تفاعل بردود فعل مختلطة من الجانبين. الرياضة لا تعكس عداء شعوب، بل اختلاف في وجهات النظر وتوتر لحظي. لو رأيك مختلف، اكتب تعليقك. هل كان سؤال الصحفي صحيحاً؟ هل كان رد حسام حسن مناسباً؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس للمزيد من التحليلات الرياضية الدقيقة.